السلام عليكم، معكم قناة دنيا. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح ندير لكم الميني تاكو بالدجاج وبنكهة الفلفل ولا بالفلفل والفرماج. راح ان شاء الله نعطيكم المقادير. هنا دنيا بنتي هي اللي راح تدير معكم الوصفة. هذه الوصفة للبنات اللي حابين يتعلموا، وصفة سهلة وخفيفة. كما راكم تشوفوا هنا عندنا نص تاع زدر تاع الدجاج اللي كنا قطعناه الى شرائح رقاق كما نديروا الطاكوس. ضافت عليه 3 سنينات نتاع ثوم، درت له توابل، درت له تابل نتاع الشاورما وشويه نتاع كركم كما راه واضح في الصوره. زدت ضافت عليه شويه فلفل احمر حلو، هنا شويه نتاع فلفل اسود، هنا شويه فلفل احمر حار اللي يحب الحراره واللي ما يحبش ما يديرش، وهنا الثوم او بودره الثوم، شويه نتاع بودره الثوم اللي راح تزيد لها في البنه. ونديروا الملح في الاخير، نديروا الملح كما راكم تشوفوا عينكم ميزانكم. كما قلت لكم هنا درنا نص زدر تاع الدجاج وضافت عليه شويه تاع زيت كما راكم تشوفوا. هذا هو الزيت اللي حنطيبوه فيه ويخلينا الدجاج تاعنا فاني طري كي نخلطوه هكذا مع التوابل. تخلط كامل مع بعض. بعد ما دخلت كامل هذيك التوابل في الدجاج راح نحطوه بجيه باه يتشرب كامل هذيك التوابل. فوالا، ونروحوا للمرحله الثانيه. نحطوه بجيه. هنا عندي مقله بعد ما سخنت وهذاك الدجاج تاعنا تشرب كامل هذوك التوابل، حطيناهم يطيبوا. هاني ما درنا حتى اضافه. كما قلت لكم الدجاج دارت له الزيت من قبل، ما حطيناش الزيت في المقله، والمقله تاعنا ما تلصقش. اذا شفتوا المقله تاعكم تلصق تقدروا ديروا شويه زيت. هنا تبقاو غير تحركوا غير بشويه حتى يطيب معكم. ما رانيش حنزيد له حتى اضافه، مش حيزيدوا نديروا له الماء. نغطيوه هكذا واحد 2 ولا 3 دقائق فقط باش يدخلوا طياب مليح، ومانيش حباتو ما تخليوش حتى ينشف من الماء تاعو. كي ينشف من الماء تاعو يولي يبس لكم هذاك الدجاج. هذاك الجو تاع الدجاج اللي كان طاب فيه كما راكم تشوفوا خليته كما راه. وهنا عندي حبه بصله اللي كنا قطعناها الى شرائح حتى هي حطيناها فوق هذيك لاصوص نتاع اللي طاب فيها الدجاج. بقات تقليوه شويه حتى نشوفوا البصله تاعكم هذيك شويه دخلتها كامل هذيك التوابل. ضيفوا عليه راس تاع فلفل اخضر وراس احمر. اذا كان ما عندكمش الفلفل الاحمر معليش تقدروا تستغناو عليه، بصح راح كي ديروه راح يزيد لكم في البنه. هنا ضفنا عليه شويه تاع ملح وتبقاو تحركوا فيه هكذا ساعه من ذاك حتى نشوفوا بدا يدخلوا طياب. فوالا، هنا بعد ما كما نقولوا قليناهم كامل زدنا غطيناهم كما قلت لكم واحد 2 دقائق ولا 3. هنا كلش راهو طايب معنا، ما لازمش يطيب بزاف حتى يولي يذبل هذاك الفلفل، لازم تخليوه له شويه يبقى شويه كي يتسمى كروستيون شويه. هنا بعد ما طابوا كما راكم تشوفوا ضفت عليه الدجاج، خلط كامل مع بعض. الدجاج تاعنا اللي كان طاب من قبل خليته نقدر نقول لكم 2 دقائق فقط وطفيت على النار. هنا فرغته في هذا الغيسيبيون، خليوه يبرد شويه باش نبداو نشكلوا لي ميني تاكو تاعنا. اللي عنده الخبز هذاك السوري او الخبز التاكوس اللي عنده الكبير يقدر يستعين بالكاس ولا بسيرسو هذاك تقدروا تكوبيهم هكذا دوائر، واللي شاري عنده الصغار من احسن شريته هكذا تما صغار ماهمش من الكبار. اذا قلت لكم نتوما خدمتوه في الدار تقدروا تقسموه ولا ديروا هذه الدوائر بحاجه قاطعه عندكم. اذا كان عندكم هذاك السيرسو ولا احنا كما قلت لكم شريتهم هكذا صغار. هنا وضعت شويه تاع فرماج في فوق الخبز تاعنا، ومن بعد نضيفوا الحشوه هذيك اللي طابت او الحشوه تاعنا تاع الدجاج والفلفل، ونحطوهم في البلا تاع الدجاج ولا واش عندكم بلاطو. هنا باش تحكموا لهم هذيك لا فورم يسيو تستعينوا بكاس ولا باي حاجه عندكم هكذا باش ما يسيح لكمش.
وانتم الحشوه كيما حبيتوا، تحبوا ديروها بالدجاج، تحبوا ديروها بالكبده، تحبوا ديروها بالكبده نتاع الدجاج، كل واحد واش عنده. حنا درناها اليوم بالدجاج، يعني جات واش نقول لكم، جات بنينه روعه. هنا راح ازيد معكم وحده، يسيو تخلطوا شويه فلفل الاخضر والاحمر والدجاج وشويه بصله هكذا، باش هذاك اللون ديجا رايح كيما نقولوا العين تاكل قبل الفم. فوالا، تحبوا تعمروهم اكثر من هكذا عمروهم، نتوما واش عندكم. فوالا، نكملوا الباقي ومن بعد تشوفوا معنا. هنا بعد ما كملت كامل الدنيا هذوك لي ميني تاكو تاعنا، عندنا هنا فورمات شيدار، وضعنا لهم الفورمات شيدار من الفوق كما راه واضح. كما قلت لكم انتوما تحبوا تعمروهم اكثر من هكذا عمروهم. فوالا، كما شايفين الخبز نتاع لي ميني تاكو راهو يعني بريسك نقولوا طايب، كان كلش راهو طايب. راح نوضعهم في الكوشه جوست باش يجينا هذاك الاحمرار برك، وذوبوا الفرماج وتشوفوه ما شاء الله معنا في اخر مرحله. وضعتهم في الكوشه وشعلت لهم من التحت، واللي ما حبوش يحماروا ولا ما حبش يذوبوا الفرماج تقدروا تزيدوا تشعلوا لهم من الفوق. المهم حنا كيما راهم تشوفوا راهم طيبين معنا، نحيناهم. شوفوا الفرماج كيف ذايب، شهيتكم في الجنه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذا الوصفه. نسيت ما قلت لكمش، حنا قدمنا هذا لي ميني تاكو تاعنا بهذا بكريمه الجبنه اللي كنت خدمتها، وراهي كاينه في قناتي، يعني سهله. درنا كريم فريش وشويه فرماج رابي وفرماج فوندو وشويه فلفل اسود، وخدمناهم على نار هاديه، وخدمنا لا كريم فرماج تاعنا. جاوبوا شهيو كما قلت لكم. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه، واذا عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والبارتاج، وما تنسوش تابونيو في قناتي هكذا باش يوصلكم كل جديد. هنا راني بعد ما نحيناهم في البلا وحطيناهم في طبسي للتقديم. كما تشوفوا راهم جاوا شهيتكم في الجنه. نقولها لكم مره ثانيه ونقول لكم الى اللقاء والى فيديو قادم ان شاء الله.